ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما في احسن حال. لو اول مرة تشوفوا قناتي والقناة عجبتكم متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي انا بنزلها. تعالوا نقول get ready with me. يعتبر اخر يوم امتحانات او النهاية او اخر يوم نهاية، اخر يوم لكل حاجة. يعتبر النهاردة ان انا خلاص بخلص المرحلة دي، هنقل على مرحلة جديدة. يعني هو انا بالنسبة لي هتبقى صعبة، مش في الدراسة، في حاجات كتيرة تانية. ربنا يستر، يهويني، يرجعني. انا عايزة انام، عايزة انام لأول الجامعة. كنت عايزة اصحى بدري اكتر من كده بس والله ما قدرتش، مش قادرة. تعالوا نلبس مع بعض عشان انا مش عارفة ارجع اقول ايه، يمكن لما شوية كده الايه التهنيجة اللي انا فيها دي تروح. احنا ما اتفقناش على لبس معين اننا نلبسه، ده اول هام. تاني هام ان اصلا حتى لو اتفقنا كل واحدة بتيجي بحاجة مختلفة، وبالتالي شايفة كانوا بيقولوا يلبسوا ايه وايه وايه، قلت لهم ولا تزعلوا، انا هجيلكوا بطقم جايب جميع الالوان، هتلاقوا الطقم ده كده. هموت واتجاوب على فكرة، ماشي. المهم يعني ان انا هلبسه، ما لبستوش بقالي كتير، يعني بقالي شهر او اكتر اصلا ما لبستوش، مش عارفه ليه. فقررت ان انا البسه النهارده يعني، وبخليني قد كده، بس انا هلبسه ماشي. انتوا تقولوا لي رايكم ايه، ويلا بينا عشان نوريهولكم نشوف هنعمل ايه النهارده في بقية يوم. لان والله النهارده بجد يوم طويل، هيحصل فيه حاجات كتير 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 كتير. بس وانا هحرقها لكم هنا عشان انا مش هقدر اصور الصراحه يعني، او هديكم كده سنه. هخرج انا والبنات، نيجي عندي على البيت، تمام. عشان طبعا الجو هيكون حر، حتى لو خرجنا رحنا اي مكان احنا نبقى عاملين زي الفراخ المسلوقه في الجو ده. هنيجي عند البيت هنبقى كده عدد ما شاء الله الله اكبر يعني. ايه مش عارفه هنروح فين، بس احنا ايه هنبقى في البيت يعني. صحابي كلهم من النوع اللي هو الفرفوش بقى وبيهزر واخدين على ماما واخواتي، اللي هو معظمهم يعني هما 4 وأنا الخمسة بتاعتهم، دول واخدين على ماما. فالباقي عادي يعني، في منهم كمان واحدة أو 2 واخدين على ماما يعني، فجم عندي قبل كده فعارفين ماما وأنا عارفاهم. إنما ايه الباقي جديد يعني عشان التجمع وكده، مش متخيلة أصلا إن احنا هنتجمع، مش متخيلة يبقى شكلنا كده واحنا في الآخر بنودع بعض وسلام هو احنا هنصور وهنعمل كل حاجة، بس مش هينفع انزلها لكم. بس انا هحاول والله ان انا اصور لكم وانزل لكم. اذا انا مش عارفه اقضي اليوم ازاي، لازم مش عارفه اقضي اليوم ازاي. لازم اشرب نسكافيه. فكروني بقى لما اجي من الامتحان نسكافيه، حاجه مش مقاطعه يا جماعه، مقاطعه يا جماعه بجد، مقاطعه. يمكن دي الفتره الوحيده بجد اللي انا مقاطعه فيها كل حاجه. في برنامج او 2 المقاطعة كتير مش عارفين، ممكن تنزلوهم وقبل ما تجيبوا الحاجة افتحوا تليفونكم ثواني بس يعني شوفوا اذا كانت مقاطعة او لا. تمام يا حلوين، تمام. حطوا بقى لايك الفيديو، حط لايك الفيديو، ولا تعالى شوفوا كده هنلبس ايه. بصوا ده شكل البلوزة اهو، اللبسة هتبقى مظبوطة بقى اكتر من كده، شكلها كيوت قوي عاجبني فهلبس عليها.
الرصاصي دي هي اغمق من كده يعني، مش عارفة ليه. وكمان هنلبس البنطلون الرصاصي ده. تمام كده، تمام. يلا بقى نلبس بسرعة ونيجي. بصوا انا مش عارفة اقرا اعمل كده هنا، بس احب اقولكم ان انا لبست. بس هنلبس الطرحة، نحط بقى شوية ميك اب، حاجة كده شيء لا يذكر، او شيء او حاطينه ومش حاطينه، ميك اب نو ميك اب. تمام، عشان هنتصور الصورة تبقى حلوة، عشان الصور تفضل معانا كتير اوي. انا لسه ما قفلتش البتاع بتاعه، هيتربط كده. اوريها لكم كله، سيبت لكم التليفون قدامي او بره زي امبارح اوريها لكم. انا على طول من غير اي حاجه يعني، ماشي. انتوا عارفين كده. تعالوا بسرعه عشان الساعه 7 و8 دقايق، برضه متاخره يعني، برضه نعمل ايه. شفتوا نورت ازاي بصراحه يعني. هو خلصت الفطرة وهقوم عشان اعمل سندوتشاتي. الساعة 7 كده. في حاجة بس حابة اوريها لكم. كان في مرة بنوتة تسألني على المسكر، هي ماي بلين بس مش التانية البنفسجي دي. ده شكلها، تمام، ده شكلها. للعلم انا حاليا مش حاطة عشان انا مش هتقع، هو قاعد اصلا وانا مش حاطة، بس حطيت كحل، وكمان مش اسود اللون ده، اخضر ازرق مش عارفة، هو ده ماشي تمام. عشان بس ايه، كانت بتسألني مرة في لايف وبعدين كتبت لي في كومنت، ف يا رب تشوفي بقى الفيديو ده وتعرفي. بصراحة حلوة قوي، انا ما عنديش رموش اصلا فبالتالي هي عاملة منظر حلو خالص الصراحة. بس بطلعها بسرعة نرجع عشان انا صحت من الحر ده، مكسلة اقوم اشغل المروحة. احب اقول ان انا خلصت لبس. ده شكل البلوزة، كمها عادي مفيهوش حاجة، هي بس من تحت واسعة واسعة اوي يعني، ماشي. بس كده عشان بس انا قلت ايه اوريها لكم. خدت العلاج بس لسه مفطرتش. تعالى احط حاجتي في الشنطة عشان اشوف هناخد ايه معايا، ماشي. مجهزة علبة النضارة وسايبة النضارة جوه في الأوضة. في منديل يعني المفروض ان انا البسها والله، بس انا مش عارفة ليه بلبسها لما بروح هناك، بالتالي هنمسحها ماشي يا حلوين، وهي نحطها في العلبة بتاعتها. تعالوا اقولك نحط في الشنطة اللي اتنشت عين من قبل ايه، من قبل ما انزلها اصلا. هذه النضارة ماشي. استنى هقفل الشنطة عشان اوريكم شكلها تاني اوضح، عشان امبارح كانت ظاهرة اوي عشان كنت فاكرة. كنت اتمنى ان يبقى فيها زيوت من الجناب بس للاسف يعني. بصوا هنا، استنى اقولكم الجيب ده محطوط فيه، في قلمة ماشي. استنى، في قلمة. ده القلم ده انا سرقاه من رنا، وجايبة المناديل خلصت، عايزة اجيب واحدة عن التسريح. رقم الجلوس الاكبر من حياتي اصلا. استنى، دي لبانة بابا عطاهالي من 3 ايام وما اكلتهاش. ده بونبوني، ده بقى مش عشان احط، اقول لكم ليه. في فيديو عارفين الترندات اللي هي بنت منوشة كانت بترند، بس انا التليفون ده، عارفين اللي هو الترندات الصحاب بتاعت نهاية اخر السنة بيحطوا على صباعهم ويعملوا اسئلة حاجات، اللي هو ترند طالع بقاله فترة او طالع بقاله سنين، احنا كلنا بقى نعمله السنة دي تمام. فانا خدت بتاعي وعارفة متأكدة ان هو هيخلص النهاردة يعني، ماشي. نحطه مكان، نرجع بقى ايه كل حاجة مكانها تاني كده. ابقى فكروني بقى لما اخرج اشتري ايه، اشتري علبة مناديل. هم قلمين مش هو اكتر منهم يعني، شو انا بحل في نفس الورق. خد القلم ده بتاع رنا، ما تجيش تضربنا.
ماشي. تعالوا بقى ايه نشوف الكبير ده نحط فيه ايه. هاتي البتاع اللي هناك دي كده، العلبة اللي هناك لا استغناء عنه. ماشي نحطه هنا كده. استنى طلع الشنطة هنا، حطيها هنا. ماشي النضارة. هاتي ازازة المايه وانت واقفة. معلش هبقلب الحاجات دي سندوتشاتي، وعلى اساس ان انا يعني مش هنطلب اكل، لا هاكلها وهنطلب اكل. محدش يحسدني، تمام؟ محدش يحسدني انا مش فاهمة. ازازة المايه اللي صحابي بيشربوها اول ما بدخل المدرسة اصلا. ماشي خدي. صحيح البتاع بتاع صاحبتي، والله انا شكرا كنت ناسي، انا عايزه بقى العلبه التانية الخضرا. صح يا بدري. فبالتالي نستغل الفرص يا جماعه. لا مش نستغل الفرص، ليه ما نستغلهاش؟ ماشي استنى بقى ايه. ماشي مش عارفه ده بقى انا الشنطه هتتفجر، بس هنحاول يبقى لسه في مكان. تمام الكبسول بتاعي، فلوس يا بطل. ماشي ده بتاعي. انا مش هفتحه دلوقتي لان بابا هيوديني، فبالتالي ايه خليه هنا. هاتي دي كده، هاتي يا بنتي. هات ايوه بتاعتي. تمام هاخد دي عشان لو هنعمل اي فيديوهات انا واصحابي فالصوت ما يبقاش مش هنا ولا شحن امبارح بالليل. ماشي كده انا لسه مفطرتش وهحط هنا برضو التليفون كده على كده. ماشي حلوين. هفطر بقى عشان ايه انا اصلا مفطرتش، وهنكلم نص السندوتش بتاعي. مش خسارة فيكي والله. اتفضلوا افطروا معايا عشان الناس اللي بتقولي متعزميش علينا ليه. مش عارفه انا بطلع على طول. المهم خلاص اكل. مش عارفه هقدر انهيلكوا الفيديو ده ولا لا، بس انا لو ما عملتش نهاية بعد ما رجعت هعرفوا ان انا ما عرفتش. هيبقى معايا البنات ممكن ما اعرفش، مش عارفه. ان شاء الله الامتحان يكون حلو. ما جبتلكوش بأسئلة الامتحان خالص، تحاسبي عشان الاضاءه. ما جبتلكوش بأسئلة الامتحان خالص النهارده. انا جبت لهم أسئلة الامتحان نهائي. امتحان حلو والله، ماده حلوه ناخد فيها دروس مش محتاجه. ما اعتقدش ان انا فتحت لها كتاب امبارح يعني. اخر ماده بتتذاكرش يا جماعه، اخر ماده ما بتتذاكرش. هنا بتقول اهي الناس كلها كده. المهم يعني ان انا خلصت خلاص. هديني بقى الكوتش بتاعي، وخلينا نقول دلوقتي سلام مؤقت، وان ما كملتش الفيديو اعتبره ده السلام الاخير. حطوا لايك الفيديو، حطوا لايك في الفيديو، تمام؟ شيروا الفيديو مع اصحابكم، واعملوا ايه تاني؟ اعملوا مفيش اكسبلور، اعملوا مشاركه.